انا حابه بس ادي كلمتين للعروسه اللي عماله تلف على عيادات الناس عشان اتاخرت عن الخلفه لمده بس 3 شهور من جوازها. حقيقي بجد اركني كده انت ومامتك وحماتك وجوزك، عشان الموضوع فعلا بيبقى مستفز جدا لاي حد تروحي له. ده بالنسبه لو كان سنك اقل من 35 سنه وما عندكيش اي مشاكل في الدوره. كلمتين مني كده على قلبك، يا رب ما يكونوش تقال. استني سنة كاملة وبنسبة كبيرة جدا هيحصل حمل طبيعي بدون أي تدخلات. طيب لو بنت خالتك عندها فوق ال 35 سنة، وقتها الكلام هيتغير بس شوية صغيرين. دي بقى هنقول لها إيه؟ استني 6 شهور كده، ولو ما حصلش حمل طبيعي وقتها ابقي اكشفي ودوري عن السبب، وده برضه في حالة ان دورتها تكون منتظمة وما عندهاش اي مشاكل تانية. احنا بنبقى عارفين ان كل العيلة مركزة مع ميعاد دورتك ومتابعاها كويس جدا. لما بسأل اي سؤال في العيادة كل اللي حوالين الحالة بيردوا بمنتهى الدقة ومنتهى المهنية، ومن هنا انا بوجه رسالة لكل اللي حواليها، بصولي بقى كده واعرفوا امتى تجيبوها لي لو في اي اختلافات او اضطرابات في الدورة بصفة عامة، سواء كانت زيادة عن اللزوم على شكل مثلا نزيف او قليلة قوي او مش موجودة. والحاجة التانية والاكيدة اللي هتخليكم كلكم تيجوا من غير ما انا اقول، لو في اي الام في الحوض او في البطن. تيجي بقى نتكلم عن امراض الشعب الحلوة اللي الكل بيفتي فيها. لو في ضغط او سكر او امراض مناعة، لازم الحالة بتيجي فورا تكشف ونتابع معاها اسباب تاخر الحمل. لو البوست ده وصلك للحالة اللي حاسة ان انت هديتي فيها فعلا نفسيا وعرفتي كويس قوي ايه الوقت اللي تروحي فيه للدكتور، اعملي لي فولو.